لو أي حد فينا بيفكر يدخل مجال الذكاء الاصطناعي أو يمكن بيعمل مشروع تخرج أو حتى بيحضر لإنترفيو، فالموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة ده يعني لازم يكون عارفه كويس جدا. هنتكلم عن الراج، وده مفهوم بقى أساسي لأي حد شغال في AI. فيلا بينا ندخل في الموضوع على طول. خلينا نبدأ من المشكلة نفسها. كلنا عارفين ال Large Language Models أو ال LLMs زي ChatGPT وقد إيه هي قوية وذكية. بس على الرغم من قوتها دي فيها 3 مشاكل أساسية. أول حاجة إنها بتهلوس، يعني ببساطة بتألف إجابات من خيالها. تاني حاجة إن معلوماتها قديمة واقفة عند سنة معينة ومش بتتحدث. والنقطة الثالثة ودي الأهم، إنها ما تعرفش أي حاجة عن البيانات الخاصة بشركتك أو بمشروعك. تخيلوا معايا كده السيناريو ده. عندنا تشات بوت جوه الشركة وموظف بيسأله عن سياسة الشركة في موضوع معين. الشات بوت هيرد بثقة عمياء، بس المشكلة إن الإجابة هتكون غلط تماما، مجرد تخمين. ودي طبعا كارثة ممكن تسبب مشاكل ضخمة لأي بيزنس. والمشكلة دي هي اللي وصلتنا للمبدأ اللي هنبني عليه كل كلامنا. الجملة دي بتلخص الفكرة كلها. احنا مش عايزين الموديل يخمن او يفتي من دماغه، لا، احنا عايزينه الاول يبص على المعلومة الصح، يتأكد منها وبعدين يجاوب. وهنا بقى بيجي دور البطل بتاعنا ال RAG. الكلمة دي اختصار ل Retrieval Augmented Generation. معناها ايه؟ ببساطة شديدة، بدل ما ال LLM يجاوب من دماغه على طول، ال RAG بيخليه يعمل خطوة مهمة الأول. يروح يدور في مصادر معلومات احنا اللي محددها له، كأنه بيعمل سيرش كده، وبعدين يبني إجابته على اللي لقاه. ولو حبينا نختصر القصة دي كلها في معادلة بسيطة جدا، هتبقى هي دي: الراج ما هو إلا عملية بحث ذكية زائد ال LLM اللي كلنا عارفينه. يعني كل الفكرة إننا بنجيب الداتا بتاعتنا للموديل ونقول له استخدمها قبل ما تتكلم. طيب، إزاي بقى الكلام ده بيحصل بالظبط؟ تعالوا نمشي في القصة بتاعت ال RAG خطوة بخطوة، وهتشوفوا إن الموضوع أبسط بكتير مما نتخيل. ركزوا معايا كويس قوي هنا عشان دي أهم حتة في الموضوع كله. أولاً، المستخدم بيكتب سؤاله عادي خالص. الخطوة التانية ودي بقى الخطوة السحرية، السؤال ده بيتحول لحاجة اسمها embedding. تخيلوا إننا بنحول معنى السؤال ده لخريطة من الأرقام. كل كلمة ليها مكان على الخريطة دي، والكلمات اللي معانيها قريبة من بعض بتكون جنب بعض. الخطوة التالتة، بناخد خريطة الأرقام دي وندور بيها في قاعدة بيانات ذكية اسمها Vector Database. قاعدة البيانات دي متخزن فيها كل معلوماتنا بنفس طريقة الخرائط الرقمية دي. يعني البحث هنا مش عن الكلمة، البحث عن المعنى القريب. بعد ما نلاقي أكتر مستندات ليها علاقة بمعنى السؤال، بنجمعها ونديها لل LLM ونقول له اتفضل، دي المعلومات اللي عندك، جاوب على السؤال من خلالها وبس، ما تخرجش عنها. وعشان الفكرة تثبت أكتر، نرجع لمثال ال HR Chatbot. لو حد سأل إيه هي سياسة أجازة الأمومة، لو الموديل لوحده هيخمن إجابة عامة ممكن قوي تكون غلط. لكن مع ال RAG النظام هيروح يبحث في ملف ال PDF بتاع سياسات الشركة، يلاقي الجزء المظبوط بالظبط ويستخدمه عشان يدي الإجابة الدقيقة والصحيحة 100%. الفرق واضح زي الشمس، صح؟ طيب، عشان السيستم ده يشتغل محتاجين 4 أبطال أساسيين. البطل الأول هو الامبيدنج موديل، وده المترجم اللي بيحول الكلام لخرائط الأرقام اللي حكينا عنها. البطل الثاني هو الفيكتور داتابيس، ودي المكتبة الذكية اللي بنخزن فيها كل الخرائط دي. البطل الثالث هو الريتريدر، وده الباحث الشاطر اللي بيعرف ازاي يجيب المعلومة الصح من المكتبة دي. وأخيراً البطل الرابع هو الجنريتور، اللي هو ال LLM، وهو اللي بياخد المعلومة دي ويصيغها في إجابة نهائية مفيدة وواضحة. ودي الجملة الذهبية اللي بتوصف كل اللي فات ده. بنقول إن ال LLM أصبح grounded أو مرتكز. يعني إيه؟ يعني كأننا ربطناه بالأرض، جبرناه يبني إجابته على حقائق من الداتا بتاعتنا. وبالطريقة دي بنقضي تماماً على مشكلة الهلوسة والتخمين اللي بدأنا بيها الشرح. تمام قوي، فهمنا الفكرة وبتشتغل ازاي. طيب نستخدمها فين بقى في الواقع؟ تعالوا نشوف تطبيقات حقيقية ممكن أي حد فينا يشتغل عليها. بصوا، تقريبا أي مشروع محتاج الذكاء الاصطناعي يتعامل مع معلومات برايفت أو متحدثة باستمرار، الراج هو الحل المثالي. بنتكلم هنا عن تشات بوتس ذكية للموظفين، أنظمة بحث متطورة في مستندات الشركة، أنظمة سؤال وجواب على ملفات PDF، خدمة عملاء آلية. يعني باختصار كده، لو مشروع التخرج أو الشغل فيه تعامل مع بيانات خاصة، فالراج هيكون هو الحل الأساسي. وهنا بقى نوصل لسؤال مضمون، يعني مضمون في أي انترفيو. إيه الفرق بين الراج والفاين تيونينج؟ ناس كتير بتتلخبط بينهم، بس الحقيقة الفرق واضح ومهم جدا إننا نكون عارفينه. تعالوا نمسكهم واحدة واحدة. أولاً، مصدر المعرفة. في الراج المعرفة موجودة في ملفات خارجية، كأن في كتاب جنب الموديل بيقرأ منه وقت ما يحتاج. لكن في الفاين تيونينج إحنا كأننا بنحفظ الموديل الكتاب ده نفسه، فالمعلومة بتبقى جزء من ذاكرته الداخلية.
النقطة التانية تحديث البيانات. في الراج لو عايزين نحدث معلومة، كل اللي بنعمله إننا بنغيرها في الملف الخارجي، عملية سهلة وسريعة جدا. لكن في الفاين تيونينج لازم نعيد تدريب الموديل كله من أول وجديد، وده طبعا بياخد وقت وفلوس كتير، وده يوصلنا للتكلفة والسرعة، واللي فيهم الراج بيكسب بفرق كبير جدا. ودي الخلاصة اللي لازم نحفظها زي اسمنا بالظبط. ال RAG بيدي للموديل معرفة أو كتاب يقرأ منه، لكن الفاين تيونينج بيغير سلوكه أو شخصيته نفسها. يعني بنستخدمه عشان نعدل أسلوبه، نخليه يتكلم بلهجة معينة أو يتبع فورمات محدد في الإجابة بتاعته. عظيم جدا. كده احنا لمينا الموضوع من كل جوانبه تقريبا. تعالوا نلخص أهم النقط اللي لازم نطلع بيها من الشرح ده قبل ما نقفل. نلخص كل اللي قلناه في كام نقطة سريعة. افتكروا دايما إن RAG هو ابحث الأول وبعدين جاوب. التقنية دي بتعتمد على السحر بتاع الامبيرنجز والمكتبة الذكية اللي اسمها فيكتور داتابيس. الهدف الأساسي إننا نخلي ال LLM يستخدم السياق اللي بنديهوله وما يخمنش، وبكده بنقضي على الهلوسة، وهو الحل الأمثل لو بنتعامل مع بيانات أي شركة. طيب، لو الموضوع عجبكم وحابين تتعمقوا فيه أكتر، في خطوات بسيطة ممكن نبدأ بيها رحلة التعلم دي. ممكن تبدأوا بالبيبر الأساسية اللي طلعت المفهوم ده للنور، وهي بتاعت فيسبوك. بعد كده ممكن تستكشفوا مواضيع متقدمة أكتر زي تقنيات الريتريفل المختلفة وإزاي بنقسم الداتا بتاعتنا لتشانكس. مجرد البحث بالكلمات دي هيفتح لكم عالم كامل من الشروحات والمشاريع العملية. وعشان نختم هسيبكم مع سؤال يخلينا نفكر. هل ممكن نستخدم ال RAG والفاين تيونينج مع بعض في نفس النظام؟ فكروا في السؤال ده، لأن الإجابة عليه هي سر بناء الأنظمة الأكثر تطوراً في الذكاء الاصطناعي النهاردة. أتمنى الشرح ده كان بسيط ومفيد، وأشوفكم في شرح الموضوع جديد. شكرا.